اهلا وسهلا بكم. اليوم بغيت نناقش معكم واحد الموضوع اللي موضوع مستفز جدا. هو من بعد ما تعين المدرب الجديد للمنتخب الوطني المغربي السي محمد وهبي في عوض المدرب وليد الركراكي، الان كاين عاوتاني واحد الحمله. مازال السيد حتى ما بداش، مازال الانسان حتى ما سخن بلاصتو، وهما جالسين كيعطيو في اللوائح ديال المنتخب الوطني المغربي، وكل واحد فيهم خارج لنا بعنوان. الغريب في الامر هو انه واحد عدد كبير من هاد منشئي المحتوى في كره القدم اللي هما كنحترموهم طبيعه الحال، وكل واحد الله يسهل عليه ولا يعاونو، انهم كاينين شي وحدين كيضربوا مئات الالاف ديال المشاهدات، معروفين ومشهورين بزاف. لا داعي انهم يدخلوا في واحد الدوامه، واحد الدائره ديال الكذب، وكل نهار كيطلعوا لنا بواحد اللائحه جديده ديال محمد وهبي انه غيعيط على فلان وما ما يعيطش على فلان، وكاين واحد المنافسه قويه بيناتهم، وزرع واحد الاشاعات وزرع واحد الفتنه كرويه داخل مع الجماهير المغربيه. طبيعه الحال الجماهير المغربيه انا كنت تنقولها ودائما تندافع على الجمهور المغربي انه جمهور ذكي وجمهور تيميز ما بين الصح والخطا، ولكن كاين هنا طبيعه الحال الجماهير هي منقسمه. كاين الناس اللي تيقولوا لهم دعوا الشيطان، هذا الشيء السيد راه مازال الله ما قال بسم الله، وكاين الناس اللي كيدخلوا معاهم كذلك في التفاصيل وفي التعليقات، وحنا بغينا فلان وبغينا علان هو اللي غادي يكون يجي المنتخب وما خصناش فلان وفلان. هاد الايام هذه واحد العدد كبير من الفيديوهات، واحد عدد كبير ديال الاشاعات، ينعتوا اللاعبين بالاسماء ديالهم. عيب وعار على انهم ملي تيجي واحد بحال هذا السيد هذا اللي ما خلاش في النصيري يوسف النصيري تيقول له بانك انت العهد ديالك سالا، وان قدمتي المنتخب الوطني، وان المغاربه بعمرهم ما غينساو الهدف ديالك ضد البرتغال في 2022. ولكن الان حنا في غنى عنك انت، الفتره ديالك الكرويه فاتت، وحنا الى انت غادي تبقى مستمر في المنتخب الوطني المغربي فغادي نعيطوا للتيمومي ونعيطوا لبودرباله ونعيطوا اللاعبين القدامى باصيري الى اخره. ولكن حنا كنقول له انا بالنسبه لي انا شخصيا انا ما كيهمني لا نصيره ولا اي واحد ما غادي يخدم علينا ولا غادي يخلصنا، ولكن حنا كنقولوا كلمه حق في حق هؤلاء. هادوك الناس اللي كيعطيه هو المقارنه بحال دابا كيقول لك التيمومي ولا بودرباله، هادوك الناس راهم لعبوا في 86، راه الاقدام دابا هما فاتوا 63 عام ولا 64 عام في عمر ديالهم، اما النصير راه مازال تيلعب في البطوله السعوديه الان، واحتراما على الاقل كي قال هو داك الهدف وداك الشيء وما قدمه للمنتخب الوطني المغربي، احتراما للمسيره الكرويه ديالو ما يذكرش بالاسم. وعلاش بالذات النصيري مثلا علاش غادي يمشي ويتهم هذا السيد هذا ويقول له حنا ما بقينا ما نديروا بك في هذا المنتخب الوطني الجديد؟ واش هو اللي غادي يقرر؟ على كل حال دابا انا لست لا ضد ولا مع النصير ولا مع غيرهم، حنا مجرد جمهور، مجرد حنا كنتناقشوا وكنتقدوا مثل هؤلاء. لان واحد اخر عاوتاني بان وشنو قال لهم وهبي يقطع الطريق على سفيان بوفال وعلى حكيم زياش، وجايب واحد الطابلو وخدام كيشرح وخدام كيهضر وخدام واحد الطريقه مستفزه. هاد اللاعبين هادو كلهم راه مازالين تيلعبوا في الفرق ديالهم، عيب وعار على انهم حتى نفسيتهم ملي بقاو يسمعوا بحال هاد الشيء هذا ويسمعوا بحال هاد الفيديوهات هادو راه غادي يتاثروا نفسانيا. وكل واحد رجع كيعطينا لائحه من المخيله ديالو هو، وكأن وهبي غا زايد في داك الجامعه، وان الجامعه راه غتعطي هاد الفلوس لوهبي ولا داك المساعدين ديالو. وراه حنا عندنا العباقرة، حنا في الحقيقه عندنا قوه الفهيميه دابا اللي خرجوا، وكلهم تبارك الله افلاطونيين، وكلهم فلاسفه في التحكيم، وكلهم فلاسفه في التدريب، وكلهم فلاسفه في الخطط باش غادي يلعب المنتخب الوطني المغربي. وهذه هي التشكيله المرعبه، وهذا هو المنتخب المرعب، وها اللي غيكون في الدفاع، ها اللي غيكون في الوسط، ها اللي غيكون في الاجنحه، ها اللي غيكون في الهجوم. وهذا السيد هذا وهبي هذا يمشي بحالاته بلا ما نسميتو. الجامعات شفنا شي وحدين من هاد الناس هادو اللي دايرين هاد القنوات هكا ويديروا لهم المنتخب ونبي عليه السلام هكا، بقاو على وليد الركراكي بلا 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 حتى السيد خدا الاستقاله ديالو وقال بناقص.
في الوقت اللي كنا حنايا بكلاسين 22 والسيد خدم هاد السنوات هذه كامله، والمنتخب الوطني دار واحد القفزه، وكان الفتره ذهبيه ديال وليد الركراكي بدون شك، ويعني وتفوق بكثير بسنوات ضوئيه على جميع المدربين الاجانب اللي كانوا كيجيو كيديو غير الفلوس ويمشيو بحالاتهم، وبقوت بلا بلا السيد مشى بحالاته، رغم انه وصلنا للثامن على مستوى العالم. باش نبقاو حنا مكلاسين مع 10 الاوائل راه رتبه مشرفه وممتازه جدا. حنا كنتمناو الان مسيره موفقه كذلك للسي وهبي. فهاد السيد هذا راه خاصو يخليوه يخدم ترانكيل، خاصو يخدم بهدوء، يخدم كونسونطري ويتحمل المسؤوليه الكامله، لان اصلا المسؤوليه ديال المدرب ديال المنتخب الوطني الاول سواء في هذه المقابلات الحبيه او لا ان شاء الله اللي غادي يخوض يعني نهائيه كاس العالم 26 يعني راها مسؤوليه كبيره ومسؤوليه جسيمه جدا. فإلا شفتوا هاد بلا بلا هادي عندنا غير حنايا في المغرب، اما الناس وحدين اخرين ضاربين الطم وساكتين، ما كيقولوا لك المنتخب ديالهم شنو داير، ولا شكون من غيعيطوا ولا شكون من ما غيعيطوش، ما كيتجرؤوش على المدربين ديالهم ويبقاو ينبشوا وكيبقاو ينوضوا عليهم واحد الشوشره واحد الفوضى. حنا ديالنا داروا عرفتي بوم في العالم، حنا بعدا اصلا حنا محظيين من زمان من 22 وحنا كل شيء حاط على المنتخب الوطني المغربي، وزادوا كملوا هذا بهادو ديالنا حنايا حاضين بعضياتهم شي حاضي شي متابعين. دابا الاشكال هو انه كاين بعض وحدين راه تبارك الله ما خصهم حتى شي خير، دايرين 3 4 الفيديوهات في النهار، وكل فيديو تيحقق لهم 300 الف مشاهده حتى 400 الف بعض المرات ديال المشاهدات، ومع ذلك تيجيو يبقاو يكذبوا ويديروا يعني هما هاد اللوائح، وانه المنتخب المرعب، وانهم شكون اللي خاصو يكون في هاد البوزيسيون، شكون اللي ما خاصوش يكون هنا، وعلاش غيعيط لهذا وهذاك حنا ما عندنا ما نديروا به، وهذاك سلسله الصلاحيه ديالو وحشومه. هادشي هذا ما غيخليوش هاد المدرب هذا يخدم. الا بقاو هاد العقليه هذه وغاديين بهاد الطريقه هذه راه السي وهبي حتى هو ربما شي نهار حتى هو غتبان ليه يقول لهم الله يخليكم السوار ديالكم غنمشي بحالاتي، لان المدرب تيخصو يخدم في صمت. قضوا حوائجكم بالكتمان. هذا راه منتخب كيمثل شعب ديال 40 مليون، تخصنا هاد الناس هادو ما يبقاوش يستغبيونا كمشاهدين كجمهور مغربي. انا دائما تنقولها الجمهور المغربي ذكي، ولكن بعض المرات كاين عناصر اللي كيمشيو معاهم في داك التيار، كيمشيو معاهم في داك الطرح ديالهم وتيبقاو عليهم حتى هما لا حنايا فعلا هذاك ما خصوش يكون، لا فعلا داك الصلاحيه ديالو سالات، لا واحد اللاعب راه كيلعب في الفريق الفلاني في المانيا ولا في الانجليز ولا في فرنسا ولا في اي بلاصه وخاصهم يعيطوا له. راه كانوا لاعبين اللي كانوا مقصيين، كان قاصيهم يعني كانوا مقصيين في عهد وليد الركراكي ما كانش كيعيط لهم، وهذه فرصه ديالهم على ان وهبي خاصو يعيط لهادو. يعني كيرجعوا كيبقاو يدوروا في واحد الدائره اللي غادي نقول انا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا بلا بلا راه ماشي في صالح المنتخب الوطني المغربي بخلاصه القول. هاد الشيء هذا غير معقول غير منطقي نهائيا، ومصالح لا المنتخب الوطني المغربي. حنا كجمهور نتسناو السيد تيدير الندوه الصحفيه ديالو ويعطي التشكيله اللي غادي تلعب في المقابلتين الحبيتين، وربما هاد التشكيله براسها غادي يدخل عليها عاوتاني تغييرات هو، فهو اللي كيتحمل المسؤوليه الاولى والاخيره. وحنا ما علينا الجمهور كجمهور، حنا ما علينا غير نتسناو نتائج. ملي تكون نتائج ان شاء الله ايجابيه فاحنا مع وهبي، ملي تكون نتائج سلبيه يكون واحد الانتقادات ماشي مشكل حتى بعدا الانسان الى انتقد. اما دابا فاش كيبقاو يدخلوا فيما لا يعنيهم كنقول انا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكنتمنى انا يا حظ سعيد الوليد الركراكي ان شاء الله في المسيره ديالو وما تبقى له ان شاء الله في المسيره الكرويه في التدريب ديالو، وعناصر يعني المنتخب الوطني المغربي سواء اللي كنعرفوهم واللي ما كنعرفوهمش الله يسهل على الجميع. حنا بغينا منتخب ان شاء الله يشرفنا في نهائيه كاس العالم ديال 2026 وان شاء الله مسيره موفقه السي محمد وهبي وكيحقق كاس العالم لي U20 ان شاء الله. كنتمناو باذن الله تكون شي معجزه في 2026 مع المنتخب الاول. الرساله اللي بغيت نوصل من هذا الفيديو هذا غادي نقول هاد الناس هادو كافه من استخفاف عقول المغاربه وذكاء المغاربه، وكافه من استغباء الناس. هاد الشيء هذا اللي تيديروا هاد الناس غير معقول، وهاد الشيء راه ما تينشرش الوعي، هادشي راه كيزيد عادي كنلقع في عباد الله. فاحنايا كنقولوا لا للاشاعات لا للاكاذيب، كان شي حاجه منطقيه معقوله، شي حاجه بصدر رحب. وان شاء الله اللاعبين ديالنا اللي كانوا كيلعبوا في المنتخب الوطني المغربي واخا ما يلعبوش مع محمد وهبي واخا ما يستدعيهمش راه ماشي مشكل، ما نبقاوش نضربوهم في الظهر ديالهم. هاد اللاعبين هادو لا نصير ولا زياش ولا بوفال ولا غيرهم
كلهم هاد اللاعبين هادو كتبقى عندهم واحد البصمه ذهبيه اللي قدموها لنا. واحد العرس كان عرس عالمي في 2022. يعني هاد اللاعبين هذا حشومه الان وحدين تيخرجوا كيبقاو يضربوا فيهم وهم مازال كيلعبوا في الانديه ديالهم. عيب وعار. فكنتمناو مسيره موفقه لجميع اللاعبين ان شاء الله، سواء كاين اللي غيرجع كاين اللي ما غيرجعش. كفى من الاشاعات وكفى من الاكاذيب على الجمهور المغربي. كنتمنى ان الموضوع ديال اليوم يكون نال الاعجاب والرضا ديالكم. ناقشوني في الكومنتير، وكنتمنى ان شاء الله ديروا لنا لايك ودعمونا ان شاء الله بالاشتراك. شكرا لكم، وانتظروا ان شاء الله في موضوع جديد في حلقه مقبله باذن الله، والى اللقاء.